السلام عليكم، مساء الخير عليكم واهلا بكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل مهنيين وبخير وعلى خير. وانتم تشوفوا معايا لا نوفيل فيديو تاع اليوم. كما شفتوا في العنوان، الفيديو تاع اليوم فيديو مطول، وبالنسبه للناس اللي تحب الفيديوهات تاعي ولا تشوف الفيديوهات تاعي مطولين، يعني تكمل الاخير. بديت معكم لا فيديو تاع اليوم بلا ماشين آلة القهوه اللي بزاف الناس تشتكي منها، ويعني الكالكير تاع الماء. كساسوا شوفوا نديروا الماء تاع الغوبيني ولا ديروا الماء تاع سعيده ديريكتومون، يعني رايح يبوشي لكم يعني تيوات يعني اللي يفوت منهم الماء تاع لا كافيتيير تاعكم. كاول تدبيره ولا اول نصيحه اللي نقدمها لكم، جامي ديروا الماء يعني مالغري تشروه، جامي ديروه ديريكتومون في الريزرفوار تاع لا ماشين تاعكم. هنايا شوفوا راكم تشوفوا باللي فتحت القرعه تاع الماء معاكم ديريكتومون. نصيب يعني اللي نديرو في الريزرفوار، نديرو في كاسونا ونديرو يغلي. دوك تشوفوا هنايا كميه تاع الكالكير اللي رايحه تخرج. هنا نخليه هكذا يغلي بوندو واحد دقيقه ولا زوج دقائق، من بعد نطفي عليه نخليه يبرد شويه، من بعد نعاود يعني نقلبوا الكاسرونه الثانيه يعني باش يبرد لنا تخي بيان. دوك تشوفوا معايا كميه تاع الكالكير اللي تبقى في لاكاسرول لتحت. هنايا شوفوا كي تفرغوه لا دوزيام فوا هكذايا، خلوه يبرد تماما هكا باش ديروه في الريزرفوار تاع الماشينه تاعكم. هنايا شوفوا تسويت دوك تشوفوا الكالكير يعني كيفاش يخرج معكم. شوفوا دوك كي نتستي بيدي، شوفوا ديجا في لاكاسرول صاير داير هكذايا، ديجا راه بدا يبان الكالكير، وهذاك الكالكير هو اللي رايح يبوشي لنا الماشينه تاعنا تاع القهوه، وتولي يعني ما تضايش معنا وما تخدمش معنا مليح. يعني هذه على تجربه. راكم تشوفوا هنا تيستيت بصبعي الاول، دوك تشوفوا نعاود راكم تشوفوا هنايا الكالكير كيفاش راه يبان في الكاسرونه. هكذايا يعني من التدابير اللي يخلوكم الماشينه تضاي معكم. شوفوا الكالكير هنايا في وكي تروحوا تغسلوا يعني لا كاسرول تاعكم، رايحين تشوفوا يعني الكالكير يهبط من هذيك الكاسرونه. هنايا نخلوا الماء تاعنا كي يبرد تماما، من بعد هنايا نفتح الريزرفوار تاع لا ماشين تاع القهوه، من بعد نفرغ هنايا نعمر الماء تاعي وندير نعاود نبلاصي ريزرفوار ونمشي الماشينه تاعي عادي هكايا. شوفوا نتفاداو باللي الكالكير ما يحش يدنا الترسبات في لا ماشين تاعنا. لو كان تشوفوا روحوا اللي يخدموا لي ماشين هذو تاع القهوه، يعني تلقاو لي غرون مارك فما مي تلقاوهم تقولوا هذو كيف راهم مبوشين لهنايا، هي كاع من الماء، كاع من الماء اللي يكون فيه الكالكير. راكم تشوفوا ماغري تشوفوا الماء تاع سعيده ولا مي فيه الكالكير، ما كاش اللي يكذب عليكم يقول لكم الماء تاع سعيده ما فيش الكالكير. غلوه وتشوفوا يعني النتيجه بعينكم. هنايا بعد ما كملت بلاصيت الريزرفوار، هنايا درت قهيوه الله الله، وهنايا يعني نكونوا حاولنا نستحفظوا على الماشينه تاعنا. هنايا وجدت القهيوه تاعي، ودوك نروحوا للركن الثاني بالنسبه للمنتج تاع جود كلين الخاص بالنحاس. شوفوا اللي عندكم نحاس واللي عنده نحاس قديم وراهم حطوا على جهه وجاكم ضيف وما قدرتوش يعني باش تجبدوا النحاس تاعكم تسويت، شوفوا جود كلين يعني في رمشه العين راح ينقيكم النحاس تاعكم. دوك تشوفوا معايا ديجا كنت قاسمت معكم فيديوهات كما هذو من قبل، بصح في الاعاده افاده. شوفوا لو كان شفت انا هذا جود كلين يعني ما فيش نتيجه، ماش راح نبارطاجيه معكم في القناه. شوفوا تلقاوه في لي كرون سورفاس ولا في لي سوبيرات، يعني يكون خاص بالنحاس. شوفوا ينقي النحاس وينقي الالومنيوم وينقي ثاني الانوكس. يعني ديجا تقاسمت معكم المقتطفات في الفيديوهات اللي فاتوا. شوفوا هنايا ديروا شويه من هذاك جود كلين في لافيت تاعكم بشويه تاع الماء وحكوا تسويت، يعني فما تبان النتيجه. ولا يعني شتوا النحاس تاعكم ما خرجت فما كيما هذاك البوش اللي عندي ماشي تسويت انا خرج لي، زدت عاودتو لا دوزيام فوا وحكيتو تخي بيان بشويه تاع ماء دافي، والنتيجه راح تشوفوها يعني فم يعني ما كاش وقت كبير اللي رايح يديه معكم.
هنايا ما قطعتش معاكم. شوفوا حكيت كامل هذوك لي زارتيكل هكذايا تاع النحاس، وشوفوا يعني النتيجه. شوفوا سواء النحاس الاصفر ولا النحاس الاحمر ولا النحاس الابيض، اي نوع تاع نحاس كان عندكم رايح يخرج معكم في رمشه العين، ودوك تشوفوا يعني النتيجه. بالنسبه للناس اللي تقول لك النحاس تاعي غسلته يعني وكحل، النحاس لازم يتنشف. شوفوا جوست ما تغسلوه، خلوه شويه يستقطر، من بعد بشيفونه ولا ناشفه نعاودو نشفوه تري بيان، ونشفوه مليح سورتو يعني كي يكون في هذاك سكولتاج ولا هذوك الزوايا اللي يكونوا صغار لازم نشفوهم مليح. هنايا شوفوا في رمشه العين غسلت معكم هذوك لي زارتيكل هكذايا صغار، نحطوهم يستقطروا شويه، من بعد نعاود نشوفهم وتشوفوا النتيجه يعني تخرج تشعل اشعيل معكم. بالنسبه الجود كلين يعني من اجمل المنتجات الجزائريه، واللي شوفوا ما فيش لا ريحه، يعني ما رايح يضركم في اليدين. اون ديريكت شولت راكم تغسلوا بالايزيس، يعني يجي هو كما سائل الاوانه، سائل الاواني مي راح يعطيكم نتيجه من اروع ما يكون. سورتو اللي بلاك ولا اللي عندهم يعني انا ميم الفور الداخل وليت نستعملو كي ديروا لي ديطاش ولا وليت شويه في لافيت نحك هكذايا يعني وهو دافي يخرج الفور تاعي يشعل شعل، وشوفوا النتيجه يعني كيفاش تخرج. بالنسبه للوصفه تاع اليوم كما راكم تشوفوا معايا من الوصفات الصيفيه السهله يعني واللي ما تديناش بزاف الوقت. بطاطا كوشه يعني في الفور تجي يعني بنتها بنه وما فيهاش ولا قطره تاع الماء. تبعوا معايا يعني الوصفه، يعني شوفوا كيفاش تجي خفيفه، تجي البنه تاعها يعني ما شاء الله، وما تدي لكمش بزاف الوقت مع السخانه اللي رانا فيها. انا شوفوا استعملت الثلجاج، تقدروا تستعملوا يعني دي بولات تاع دنداشي ولا لافيون داشي، ولا يعني كاريمون ما تستعملوش كامل اللحوم، ديروها شوفوا غير وحدها وتجي يعني بنينه. وشنو تبعوا غير الخطوات ورايحين ان شاء الله تنجحوا فيها وتجربوها. هنايا كان انا عندي طرف تاع الدجاج اللي في ان سوتوز، درت شويه تاع الزيت، درت الزيت النباتي، تقدروا ديروا زيت الزيتون، تقدروا يعني ديروا لا مارغرين مع ولا شويه تاع الزبده. حطيت هذوك طرف تاع الدجاج يتقلاو، نستلهم شويه تاع الملح هكذايا باش ما يطيبوليش مسوسين، نقطع عليهم ونخليهم يتحمروا. شوفوا الدجاج خلوه يتحمر تخي بيان، حطيته من جهه الجهه تاع لابو تاعو وما تقلبوه الجهه الثانيه. بالنسبه للتوابل في الدجاج استعملت انا ملح وفلفل كحل. من جهه واحده اخرى ديت هنايا 4 حبات تاع بصل، دو على حساب الكميه اللي حبيتو. البصل تاعنا نقطعوه هكذايا دومي غونديل ولا هكا ولا جنوان هكذايا، ونحطهم على جهه هكذا. الدجاج تاعنا بعد ما يتقلى تخي بيان يعني يتقلى مليح، اللي بعد نحوه ورايحين نحطوا البصل تاعنا. راكم تشوفوا هنا البصل مالغري يكون شويه خشين مي معليش. هنايا نقلب الدجاج تاعي، راكم شوفوا خلي الدجاج حتى يتحمر تخي بيان، يعني حتى يعطينا هذيك التحميره فوق هذيك لابو هكا، باش كي ندخلوه الفور رايح ما يشدلناش الوقت بزاف. يعني من اجمل الوصفات الصيفيه السهله واللي رايحين يعني تنحو بها الحيره. هكا كما راكم تشوفوا معايا نقلب كامل هذوك المراسم تاع الدجاج، ماذا بينا يعني المراسم تاع الدجاج يخرجوا كما هذاك المورسو تاع الصدر هكذا، يعني يخرجوا حميمرين شابين. نغلق عليهم من الجهه الثانيه ونخليهم. هنايا كما راكم تشوفوا معايا وجدت البطاطا من الجهه اليمنى، هنا زدت لهم شويه تاع الفلفل الكحل وخليته يعني يزيد يتقلى شويه هكذايا، يعني ساعه على ساعه، ونقلبوا الجهه الثانيه، يعني نبقى نقلب على الجهتين هكذايا باش يعطي لي التحميره اللي راني نحوس عليها هكذايا. من جهه واحده اخرى هنايا وجدت البطاطا، وجدت الفلفل كما راكم تشوفوا هكذايا. هنا بعد ما تحمر لي نحي هذوك المراسم تاع الدجاج هكذايا في نفس الزيت اللي قلينا هذيك يعني هنا الدجاج ماذا بينا يعني نخلوه يتقلى في ذيك الزيت حتى نشمو ريحه القليان. هنايا كي شتو يعني تحمر في نفس هذيك الزيت، نجيب هذاك البصل ونعاود نديرو يتقلى في هذيك الزيت اللي قلينا فيه الدجاج.
هنايا البصل ما نخلوش يطيح كامل يعني حتى يذبال كامل، جوست ما يذبال شويه رايحين نحوه هكذا كما تشوفوا معايا. نزيدوا له من بعد شويه تاع الملح باش ما يطيبلناش من السوس، تقدروا تزيدوا له شويه فلفل كحل، انا اكتفيت غير بالملح هذا ما كان. نبقى نقلب فيه هكذايا حتى يعني يدبل معايا شويه، من بعد نحيه على جهه. راكم تشوفوا هنا طفيت عليه، راكم تشوفوا هنا يعني البصل تاعي ما خليتوش طاح كامل. هنايا جبت بلاطو اللي يدخل الفور من جهه واحده اخرى. هنا كنت وجدت البطاطا، شوفوا البطاطا هنا ما نقدروش خشينا بزاف، هكذايا هكذا واحد 6 ملم 6 ملم هكا يعني ما تشد لكمش اطياب بزاف في الفور. حطيت نصيبت البطاطا الكميه اللي حبيتو حطوها نتوما. من بعد هنايا واش رايح ندير، حطيت هنا كميه تاع البطاطا، نزيد لها هنايا الملح، ما ننساش الملح هكا باش البطاطا تاعي ما طيبش من السوسه. نخلطها شويه باش يدخل لي كامل هذاك الملح في هذيك البطاطا. من بعد هنايا نجيب هذيك الكميه تاع البصل اللي قليناها نحطها فوق البطاطا هكذا، نزيد ناجستيها تخي بيان هكذا باش البصل يعني يجي مفرش كامل على سطح البطاطا. بالنسبه هنا الناس اللي ما تحبش الطوماطيش، شوفوا هذا يعني هذا البطاطا يطيب غير في الماء هذاك تاع الدجاج والبصل، وقطره تاع الملح ما راحش نزيدوها معاهم. هنا درت شويه تاع التابل تاع الدجاج، شويه تاع العكري، زدت شويه تاع القزبر. هنا زدت التابل تاع الدجاج كما راكم تشوفوا معايا. تحبوا يعني تستغناو على التوابل تستغناو على التوابل، تحبوا تستعملوا التوابل اللي مافين طيبوا بهم استعملوا توابل، يعني ما تتقيدوش بواش درت انا. نخلط كامل هذوك التوابل هكذا حتى يدخلوا في بعضهم هكذايا، يعني باش ما يجونيش على الجهه هكذايا، ما يديروليش هذوك لي غيمو كي يطيبوا هكذا. من بعد هنا نجيب المراسم تاع الدجاج نستفهم من الفوق هكذايا كما راكم تشوفوا معايا، نستفهم كامل هكذا. من بعد هنايا شوفوا بالنسبه للناس اللي ما حبتش تستعمل الدجاج، تقدروا راكم تشوفوا بلا ما نديروا الدجاج ديروا نص كاس تاع حليب ولا نص كاس تاع حليب مع شويه تاع فرماج ودخلوها في الفور ثاني، راح تجيكم يعني من اروع ما يكون. هنايا كنت جبت زوج حبيبات تاع طوماطيش قطعتهم دي روندال هكذا، زدت هنايا الفلفل الحلو قطعته ثاني دي روندال. من بعد نستفو كامل من الفوق ونجيب بابي كويسون اللي كنت شمخته يعني باش ما يعذبنيش كي نكون نغلق في البلا تاعي. وهنايا الفور انا كنت شعلته من قبل، سخنوه على اعلى درجه وخلوه يسخن تخي بيان من بعد باش تدخلوا البلا تاعكم. هنايا غلفت البلا تاعي هكذايا بالبابي كويسون، تقدروا تزيدوا له بابي الومنيوم وحطوه في الفور. شوفوا الوقت اللي يديه معكم ابيبخي هكذاك واحد الساعه، ساعه ماكسيموم افتحوا عليه يعني تلقاو البلا تاعكم واجد. انا يعني دالي ساعه على درجه 220 درجه. هنا بعد ما فتحت عليه لقيت يعني كلش طاب، البطاطا طايبه. شوفوا الدجاج كيفاش خرج معايا طايب، زدت خليته يعني داغر تحميره خفيفه. راكم تشوفوا هنايا الطوماطيش ثاني، الدجاج هنايا طايب معايا يعني الزبده. ميم شوفوا ميم الصدر يعني يجي طايب ما يجيش ناشف هكذايا. من بعد هنايا جبت شويه فرماج رابي ولا شيدار ولا شي اللي كان عندكم، زدتو شويه من الفوق وعاودت يعني دخلته للفور هكذا كما تشوفوا معايا. هنا بعد ما خرجتو بون هنا درتو كيما درتو الفرماج، زدتو شويه تاع الفرماج هكذايا وعاودت دخلته واحد 5 دقائق. من بعد هنا جيت ما خرجتو زدتو شويه تاع المعدنوس ناشف، تقدروا اذا عندكم المعدنوس فخي دو بريفيرونس ديروا المعدنوس فخي. والطبق تاعنا يعني تاع بطاطا كوشه طبق صيفي، شوفوا ما درنا له ولا قطره تاع الماء يجي بنين، سورتو يعني يبرد يبقى لوندوما يعني هذيك لاصوص تاعو تشوفوها عاقده يجي في البنه تاعو بسم الله ما شاء الله. هنايا دوك تشوفوا نتستي معكم لو بولي والبطاطا، يعني البطاطا تجي طايبه ومحافظه على الشكل تاعها ويعني تجي بنينه، يعني ما كاش تجي بنينه من اجمل الاطباق الصيفيه اللي ما يدوناش بزاف الوقت. كما راكم تشوفوا معايا هكذايا الدجاج، يعني شوفوا كيفاش هنا شوفوا لاصوص اللي خرجت
هنا راه مازال سخونه، ما تقولوش يعني باللي راهي فيها الماء بزاف. جوست هنا ما تبرد هذيك البطاطا تشرب كامل هذيك لاصوص. راكم تشوفوا هنا البطاطا محافظه على الشكل تاعها مي طايبه زبده. شوفوا هنا الدجاج كيفاش طاب معايا، يعني يجي طايب زبده ما مصدر. شوفوا هنا الصدر دائما يعني دي فوا نشتكوا منه ويجينا ناشف، مي في هذه الوصفه ما راح يجيكم ناشف، يعني كمل الطياب تاعو بلا فابور. هذه هي هنايا سقيت معكم دريت معكم البلا هكذايا، يعني باش تشوفوا معايا البطاطا كيفاش خرجت محافظه على الشكل تاعها. دريت معكم هنا في صحن التقديم هكذا باش تشوفوا البطاطا كيفاش جات محافظه على الشكل تاعها، يعني وما تخسرش معكم كما راكم تشوفوا هكذايا، يعني تجي طبق صيفي من اروع ما يكون هكذايا. ودركا بعد الوصفه هذه بديتكم معايا للعرس، يعني كما شفتوا في اول في العنوان تاع الفيديو بديتكم معايا العرس تاع اياد ادم وليد اختي بالبركه عليه ان شاء الله. العقوبه لزواجه ان شاء الله، والعقوبه للفرح في كل دار ان شاء الله. هنا تقاسمت معكم العرس اللي كان فريمون الشباب خرج يعني بالطبع كما راكم تشوفوا. ديت معكم لقطات وعلى بالي ناس بزاف يبعوا نوع من هذو اللي بارطاج ولا نوع من هذو الفيديوهات اللي راهم يوجدوا ان شاء الله للعرس، راهم يدوا افكار، واللي قاعدين في الدار ثاني ماذا بهم يدوا افكار ونتقاسموا هكذايا يعني الاراء. بالنسبه اللاصه اللي كانت في الاربعه يعني كانت لاصه بالطبع، نخليكم تكملوا يعني للاخر يعني ما نطولش عليكم، ما بقى لي غير نلقاكم على خير والى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي تبغي تحرح الريعه ديالك سطوري وشاديري، تبغي نجبدها في الياس نحط عليكم الحلياس، تبغي نحطها في الياس نحط عليكم الحلياس. درتو مني ومنه يا والله ما نفوته، درتو مني ومنه يا والله ما نطلقه. نقول ولا ما نقولش، نقول ولا ما نقولش، يا زوين